السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل حلو مع بعض، هنعمل رز بلبن. جبت كوباية من الرز وغسلتها ونقعتها حوالي ساعة في المية، وبعد كده حطيتها في شوية مية وحطيته على البوتاجاز على نار هادية أسلقه الأول. كده بعد ما الرز استوى خالص كده تحس ان هو داخل اكنه معجن معاكي، عايزاه يكون مستوي خالص، هتنزلي برتل ونص من الحليب حسب كمية الرز اللي انت عاملاه، وهتحطي معلقة صغيرة من مية الورد، وهتنزلي كده بمج من السكر حسب ما انت بتحبي الحاجة مسكرة. احنا عايزينه يعني مش مسكر قوي. بعد كده هاتي بقى مج من المية وانزلي عليهم ب3 معالق من النشا كبار، 3 معالق هرم كده من النشا، ومعلقتين من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار برضو من اللبن البودرة، وتقلبيهم مع بعض لغاية ما يندمجوا مع بعض وما يبقاش فيهم اي تكتلات. اول ما تبتدي تغلي وتبقبق معاكي كده انزلي بقى بالخلطة اللي انا عملتها دي، انزل كده بالراحة وتقلبي تقليبه كمان لغايه ما يتقل معاكي. وبكده اول ما تبقبق معاكي كده اطفي بقى عليها وتعالوا نغرفها مع بعض. كده عملنا الرز بلبن اهو، اعملوه بالطريقه دي هتعجبكم، ودعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.